والله ما عليك ما بقى. وين؟ ما عليك ما حد يبغاك يا جد. يا أخي ما حد يبغاك وين رايحين؟ يا أخي ما حد يبغاك لا تهربوا. والله انتم مجانين. يا أخي ما حد يبغاك من الجماعة يبغوا يروحوا يصيدوا. أول ضبط صح. هذه اسمع المنطقة دي شرقية شراحيل الفيفا. اليوم الموافق 19/4/14 اليمنية ولا يوجد من يحب هذه الأفراد. يكونهم من الحريم والرجال والأولاد. والله ما يبغونكم ليش تهربوا؟ أيوة فهذا الموقع الأول الذي يتواجدون فيه بصفة عامة، ثم ينتقلون إلى الجهة الثانية، الجهة الثانية الغربية عند الشجرة الثانية هذه يوجد جوار ليل الحبلة شجرة شراحيل. ثم ينتقلون إلى الشارع العام، نلاقي لهم بالسيارات الخاصة صوالين وجيوب وهايلكسات، وهذه يعني حركة لا توصف يعني بكثرهم. والمنطقة هذه هي المنطقة التي يتواجدون عليها من جهة الرقم والعصرة على طريق الغلسي وطريق مناخل وطريق المرباح. المهم احنا صراحة يعني محتاجين في الوضع هذه، كما بلغنا ان الجهة مليئة بالمجهولين المتسللين من الاثيوبيين، بحيث ان كانوا يرافقون الحوثي في بعض العمليات زي حفر الخنادق ونقل المعدات ونقل الذخائر والاسلحة. لذا نرجو من المسؤولين بالمنطقة الانتباه لهذه المنطقة واحداث فيها مراكز دائما وابدا ليل نهار على انهم يقطعوا دابر هذه المشكلة الكبيرة. هذا ما لدينا، ولكن تحياتي اسعد سلمان احمد الشراحيلي الفيلي ومصور حسن اسعد الشراحيلي. والله ما شاء الله يا أخي بصفة عامة هذه لا يتصدق الإنسان أنهم يتواجدون في الحدود السعودية، وبالأخص بحيث أنه يوجد جبهات في الحدود الشريط الحدودي بالجنوبية، ولكن زي هذه المتواجدين كيف لو يخشون الحوثيين من هذه المنطقة بصفة لولا المتسللين كانوا بيحتلون المنطقة بصفة عامة. أرجو من الجميع المسؤولين في المنطقة، المحافظ ومدير الشرطة ومدير المجاهدين ومدير الحرس، متابعة هذا الوضع، الحيث أنه وضع لا يحمل عقبه. هذا ما لدينا، وتفرج انقل التصوير على المنطقة. ممكن حوالي 30 حرم، والرجال يسوقون 200.